السلام عليكم. ده الفيديو الثالث من سلسلة الفيديوهات المتجددة ازاي تكون القناة بتاعتك مميزة على اليوتيوب. في الفيديو ده هتكلم عن ازاي تضيف تعليق توضيحي للفيديو بتاعك على اليوتيوب. هنضغط على مدير الفيديو. الأول لازم تكون القناة بتاعتك تم إثبات ملكيتها، دي حاجة مهمة جدا. علشان تعرف تم إثبات ملكية القناة ولا لأ، هتضغط على القناة وبعدين هتلاقي هنا اسم القناة وبعدين هتلاقي شريك تم إثبات الملكية. لو ما كانش الكلام ده موجود ممكن تكمل الشروط والبيانات علشان يتم إثبات الملكية. هتكتب الإيميل بتاعك ورقم الموبايل، هيجيلك كود هتكتب الكود ده هنا وبالتالي هيتم إثبات ملكية القناة. هنضغط على مدير الفيديو وبعدين نختار أي فيديو عاوزين نضيف تعليقات توضيحية عليه، مثلا الفيديو ده كيفية تثبيت ويندوز 10. وبعدين هنا هنلاقي الإعدادات والإضافات اللي احنا ممكن نعملها على الفيديو، هنختار التعليقات التوضيحية. طيب هنا لو عاوزين نضيف تعليق هنضغط على إضافة تعليق توضيحي وبعدين مثلا نختار أي حاجة. تعالوا نختار فقاعة تفسيرية كلامية. هنا ظهر التعليق، ممكن نغير الحجم بتاعه نخليه زي ما احنا عاوزين. وهنا ممكن نكتب ايه اللي يكون موجود في التعليق، مثلا تعال نكتب تيست. هنا ممكن نغير حجم الكلام، حجم الخط. تمام. ممكن نغير اللون بتاع الخط. وهنا ممكن نغير الخلفية بتاعت التعليق ذات نفسه، ممكن نختار أي لون احنا عاوزينه عادي. وهنا وقت البداية أو وقت الانتهاء، عاوزين مدة التعليق تكون قد إيه، أو هنا من هنا كده ممكن نشوف ده مدة الفيديو. ممكن عن طريق السحب والإفلات نخلي التعليق بطول الفيديو كله أو في مكان معين من الفيديو، ده على حسب ما احنا عاوزين مكان ظهور التعليق. ممكن نختار أي حاجة تانية. لو عاوزين نمسح التعليق هنضغط على ديليت، خلاص كده التعليق هيتمسح. ده كان تالت فيديو. يا رب تكونوا استفدتوا، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب للقناة.